انا كلامي موجه للاعب النادي الاهلي محمود حسن تريزيجيه. محمود يا حسن يا تريزيجيه، انت بتلعب في نادي من اكبر انديه افريقيا، لو ما كانش هو اكبر نادي في افريقيا. يعني مطلوب منك حاجات ملهاش دعوه بقى بالكوره. مطلوب منك انك تبقى كابتن فرقه، مطلوب منك انك تلعب لعب جماعي، مطلوب منك طمع موجود في الكوره بس مش في كل الكوره. مطلوب منك كمان الانا يقل شويه. مطلوب منك انك تعرف ان لما بنكسب كلنا بنكسب، ولما بنخسر كلنا بنخسر. فلازم يا تريزيجيه تبقى عارف ان مفيش احسن من اللعب الجماعي واللعب اللي يفيد الفرقه. لما تلاقي حد مكانك ممكن يجيب جون العب له. بلاش طمع. الطمع في الكوره مش مطلوب. انت لعيب كبير، انت قيمتك التسويقيه 5 مليون يورو، فلازم تبقى قد ال 5 مليون يورو دول وتفيد الاهلي على قد ما تقدر في الفتره اللي انت هتلعب فيها في النادي الاهلي. انت رجعت الاهلي عشان تفيده، ما رجعتش الاهلي عشان تطمع فيه. حاول يا تريزيجيه تظبط نفسك وخفف الانا شويه، وانا متاكد انك اتعلمت من اللي فات. سلام.